السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الكيك بمكون يخليه خفيف من الداخل. نبداو بسم الله على بركة الله كمقادير. عندي هنا 3 تاع البيض، نضيف لهم رشة تاع الملح، نضيف لهم نصف الكأس تاع السكر، يعني نضربوه مليح حتى يذوب لنا هذاك السكر. شوفوا هنا بعد ما تغير اللون ديالو، دوك نزيد نضيف نصف الكأس تاع الزيت، نضيفوها تدريجيا. هنا بعد ما كملت هذاك الزيت، هنا المكون السري اللي هو مربى المشماش، يعني هو اللي يعطيكم خفة الكيك ديالكم. هنا نضيف 2 ملاعق كبار تاع الاكل ونعاود نخلطهم. نضيف نصف الكأس تاع الحليب، والحليب هنا يكون بدرجة حرارة المطبخ. نزيد نضيف هنا 2 كيسان تاع الفارينة الدقيق الابيض، يلزم هنا نكونوا نغربلوهم. نزيد نضيف الكأس الثاني، نزيد نضيف 2 أكياس خميرة الحلوى، هنا بعد ما خلطت كل المكونات، هذا هو القوام اللي نتحصل عليه.
دوك نقسم الخليط على زوج، يعني نحي غير شويه برك. الخليط الثاني نضيف له ملعقه تاع كاكاو، ونزيد نضيف له حوالي ملعقه كبيره تاع الاكل تاع الحليب باش يخفف لنا هذا الخليط. ومن الجهه واحده اخرى نجيب المول اللي عندكم، دهنته بشويه تاع الزيت شويه تاع فرينه، تقدروا تدهنوا حتى بشويه تاع الزبده والفرينه، يعني الصراحه انا ما كانتش عندي متواجده. نضيف الخليط الاول يعني كميه، نزيد نضيف الخليط البني، يعني نديرو طبقه بطبقه، طبقه خليط ابيض وطبقه هذاك الخليط البني، وهكذا حتى نكملو كامل. ومن الجهه واحده اخرى الفرن ديالنا راه نسخنوه من قبل. دوك نجيب هنا ان بيك ولا عندكم موس ولا زعما كاي حاجه، ديرو هكذا خطوط، ودوك ندخلوها للفرن ان شاء الله ونشوفوها في طبق التقديم. هاي هنا خياتي بعد ما وجدت، خليتها بردت شويه يعني وزينتها بسكر ناعم والكرز المصبر. هنا ماشي من المشروط باش تزينوها بالكرز المصبر، حتى شويه تاع المعجون من الفوق. وهذا ما كان. نتمنى لا فيديو تاع نهار تاع اليوم يعجبكم. في فيديو قادم